رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة السابقة. ومن المقرر أن تخصص تلك الميزانية لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع. وذكر موقع صحيفة هيسبريس أن مشروع قانون المالية كشف لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى. وبلغت ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 ما يقارب 17 مليار درهم. وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يحدد مبلغ 119 مليار درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدعم رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023. وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5% من الناتج الداخلي الخام. ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشأن العسكري عبد الرحمن المكاوي أن السباق الجنوني بين المغرب والجزائر نحو التسلح منذ عقدين، لكن هذه المرة يتضح أن هناك هاجسا جماعيا في المنطقة المتوسطة بضرورة التوفر على أحدث الأسلحة. وأضاف أن الجزائر خصصت 23 مليار دولار لميزانية الدفاع ولاقتناء الأسلحة، وهو ما يجعلها مسكونة بهاجس الحرب على المستويين الداخلي والخارجي، مشددا على أن القادة الجزائريين يعتبرون أن السلاح المتوفر في البلاد لم يعد صالحا للاستخدام ووجب تطويره بسبب مناخ البلاد الصحراوي. وحسب الصحيفة فإن تفاصيل نقاشات لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي تفيد بأن الميزانية المرصودة لها غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تطلع بها القوات المسلحة الملكية المغربية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية.